مسجد كتشاو هو واحد من أبرز المعالم التاريخية في الجزائر بالقصبة المدينة القديمة. تم بناء المسجد في عام 1612 ميلادي خلال العهد العثماني على يد القائد العثماني خير الدين بروس، ويعتبر رمزاً للعمارة الإسلامية في الجزائر. يعود أصل تسمية جامع كتشاو إلى كلمة تركية تعني العنزة، وهو اسم أطلق على الساحة المقابلة للمسجد، ساحة الشهداء حالياً، التي كانت تستخدم لسوق الماعز. خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر تعرض المسجد للدمار في عام 1832 ميلادي على يد الجنرال الفرنسي دوق دولوفيغو بتحويل المسجد إلى كنيسة، مما أدى إلى مقتل حوالي 4000 مصلي جزائري كانوا يحتمون داخل المسجد. بعد الاستقلال استعاد مسجد كتشاو هويته الإسلامية، حيث أقيمت فيه أول صلاة جمعة بعد الاستقلال، وألقى فيها الشيخ البشير الإبراهيمي خطبة تاريخية. يعتبر مسجد كتشاو رمزاً للصمود والتاريخ العميق للجزائر، حيث يعكس معاناة الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار، ويظهر قوة الإرادة في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للجزائر.